اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باحلى شكليطات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو اخباركم وشنو كتعاودوا؟ طمنوني عليكم. ايوا يا شكليطات، راني جيتكم بحلة جديده وقصه جديده. قبل ما نبداو غادي نقول لكم خبطوا واحد اللايك ومرحبا بكم ضمن جيش شكليطات، ولكم مني احلى قبله. يلا على بركه الله نبداو قصتنا. اطلقي نطلق. والله ما نطلق حتى تطلقي انتي الاولى. غواتهم اللي كيتسمع في الدرب كامل، والعيالات كيحاولوا يفكوا، وكذلك الرجال والو ما بغاوش كاع يتفرقوا على بعضياتهم، وحده تجبد وحده تجبد. اللي شافهم شي واحد من البعيد غادي يقول لك هادو غير دراس بجوج بيهم كيدابزوا. مالي كانت يلاه جايه من الحمام، حطات السطولاس ديالها ودخلت كتفك بنتها. والو هاد بنتها خديجه ما كتسكاش، دائما كتدابز مع بنت يزا فاطمه الزهراء. هي اللي شدات بنتها ورجعتها اللور. بنت الحرام ديما مشوهاني، فين ما ندور كدابزي. هي اللي دارت شي ماما وقالت لها والله تمي ما درت حتى شي حاجه، راه هي اللي جبدتني وبغات تخرج عليها على خدمتي. زينب ودارت شاس فيها البنت اللي كان بسببها تبدا هاد الصداع هذا كامل، اللي كانت هي صاحبة فاطمة الزهراء اللي كانت كدابس مع خديجة. جالسة كدافع على صاحبتها. لا خالتي ما دارت فاطي والو، راه هي اللي جات بدات كضرب فيها. خديجة اللي ظهرت شافت فيها وقلت لها ياك هسه علي فانا، اجي لهنا نوريك دابا انا كنكذب. ودارت عند ماما وقالت لها والله ما كنكذبها ماما، شتي هاد فاطمه بنت يزا راه هي سبابي. خبارك شنو دارت؟ راه مشات للخدمه وحرشت راسها باش يحطوه بسطام في البلاكار ديالي، ونتسمى انا سراقه ويجريو عليا. هاد المغيارات المسمومه هي اللي جابداني ديما، فيما نبعد عليها كتعاود تقرب مني. وعطيني شبرتي ساعه وما بغيتيش تفهمي، عطيني شبرتي ساعه. فاتي اللي كانت شاداها ماماها يزا، وهي تنطق وهي تقول لخديجه كيفاش تي زعما كتنجحي وتولي ممرضه وانا ما نجحش؟ لا كنا انت شمتيني، كنا كنقراو بجوج كان علينا ننجحوا بجوج، ولكن انت غشاشه، نجحت انا نجحتي انت وسقطت انا. خديجه غير سمعتك بحال هكاك طلقت من امها وبغيت تمشي تلحلها، غير شافتها فاسي دارت بحال هكاك وهي طلق رجليها الريح، بقات كتشري في الحومه، وخديجه من موراها كتحاول تشدها والناس كيحاولوا يشدهم. والو هاد الجوج دايرين بحال القط والفار في الحومه من الصغر ديالهم وما هكاك. في الاخر ديال الحومه اللي كان السمسار يلاه خارج من الدار، هو مع واحد كليان كان تيوريه للدار اللي عجباتو نيته، وقال لك صافي بانه غادي يكريها. كانوا خارجين وكيهضروا وقالوا بان الدار راه مزيانه وهنا الناس الحومه راه مزيانين وما غادي تسمع حتى شي صداع، الدنيا كالم هنايا. وراه ما كاينش مدابيزات، راه هنا الجيران راه كل واحد داخل سوق راسو. روميو اللي شاف فيه وقال ليه راه عجبني الحي هنايا، غير هو الدار خصها شويه الميناج، كي بحال شحال هادي ما تحلات. السمسالي قال ليه وياه راه شحال هادي ما تحلات نيت، حيت مولها في الاولى ما كانش باغي يكريها، ولكن في الاخر الظرف ديالو قال لك صافي نكريها ماشي مشكل. ايوا حتى جات من القسمه ديالك انت اللي مكتبه لك، راه شحال من واحد جا باش يشوفها وسبحان الله ما كتكملش، تا جيتي نتايا. ومرحبا بك معنا في الحي الجديد. هما اللي كانوا غاديين في الحومه حتى سمعوا شي غواس وشي زافط جاي من القدام. روميو اللي دار وشاف في السمسار قال ليه قلتي ما كاينش صداع؟ قال ليه السمسار بقى غير كيدخل يخرج في الهضره، قال ليه غير بعض المرات ما كيسخن عليهم راسهم وصافي. روميو اللي دار وشاف واحد بنت كتجري وتابعها واحد البنت وحده اخرى، الشكل ديالهم كيضحك. السمسار اللي قال روميو قال لي ناري 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 ناري، عاوتاني بنت الخضر منوضاها واش شدا قبل ما دير شي كريت، عرفتي اللي مشات شدات بنتي يزها، راه ما تخلي فيها عظم صحيح. هو والسمسار اللي حاولوا يشدوا خديجه من بعد ما كتجري على فاتي. وشنو وقع من بعد؟ ما جات الدقه غير في روميو اللي جات وتصادفات مع خديجه وطاحوا بجوج الارض، هي اللي جات فوق منه. وداك الساعه بالضبط لحقت عليها امها امت فاتي، وبجوج بهم الجيران تابعينهم وكلشي، الناس ديال الحومه كلشي خارج. امها اللي قالت لها
اويلي على بنت الحرام شنو كديري؟ خديجه اللي قالت يا ميمتي يا ميمتي على عظامي، غير حلات عينيها وهي ليها واحد الشاب، حلات عينيها عليه وقالت الله الله يا ربي اش هاد الزين، اش هاد التبوكيصه. ولكن ما جات تكمل من الاحلام ديالها حتى هزات امها من فوق الصيد، قالت لها بنت الحرام اش كديري واش كتعرفيه؟ هي اللي شدات الخلعه وبقات كتقفقف والله ما كنعرف امي، راه غير كنت جايه بغيت نشد فاتي هو انا تزادح معاه. السمسار اللي قال ليها راه لا مباركه هذا هو جارنا الجديد وكون ما شداش هو راه داكشي كارثه فاتي. مالي قالت ليها هكاك وضات شافت السيد قالت ليه واسمح لي يا وليدي راه بنتي شويه حمقى في عقلها وما ديش عليها. قال ليها روميو ماشي مشكله لا موقع باس. لاله مباركه اللي شدات خديجه وجرتها معها للدار وجالسه كتنكر على طول الطريق، واش نتي ديما مشوهاني مع الجيران، امتى غادي ديري عقلك؟ قلت لها ماما راه هي اللي جبداتني وبغات تخرج لي على خدمتي. قلت لها زيدي قدامي بركه من الزنطات ديالك. خديجه اللي جات داخله للدار ديالهم وجالسه كتنفخ وكتصوت وراه هي اللي جبداتني والمره الجايه نلقاها كتحوم عليا نوري ليها خزوط ديابو كي داير. ما اللي خلاتها كتنكر ومشات حيدت على جلابتها ودخلت لداخل. خديجه يا خديجه، خديجه اللي بنت مباركه وسعيد، سعيد اللي باها خدار، خديجه اللي في السن ديالها 23 سنه خدامه ممرضه في واحد الكلينيك. اش نقول لكم، بنت ماشي بحال البنات اللي عايشه كيف ما كيقولوا من الصغر ديالها هي كدبس مع عبد الله، عمرها ما جات شي نهار وما دبست مع شي واحد، ديما ما تيجيو عندها الناس وكيتشكاو ليها خصوصا من البنات، سبحان الله ما كتحملهم ما كتقبلهم. ولكن اكثر وحده هي فاطمه بنت الجيران اللي هي ملي كانوا صغار كانوا صحابات، ولكن غير وصلوا المدرسه باش يقراو التمريض هي نجحات وفاطمه ما نجحتش ودائما فاطمه دائما كتقول لها شمتيني، هي تخرجت وانا ما تخرجتش. ايوا هي هذيك داز هذاك النهار وجات العشيه اللي جات خالتها ختمها واللي كانت ساكنه غير قريبه لهم في الحومه، جات عندهم للدار باش تشوف اختها وتجلس معاها. غير من صونات هبطت عندها خديجه قالت لها خالتي اكي دايره لاباس عليك؟ قلت لها خدوج وقالوا لي شنو درتي الصباح؟ قلت لها شتي وزهقتي عليك واحد مدابزه فعلا تاركه، هي اللي خاتها بقات كضحك. قال لها كاين امك؟ قلت لها راه كاينه راه الفوق في الصالون. ايوا هي هذيك طلعت خالتها لقات امها جالسه حاطين قدامهم برا ديال اتاي وشي فقيقسات، ايوا جلسوا كيقصروا تما كاين الناب. راكم عارفين ملي كيتلاقاو الخواتات تيبقاو يجبدوا القديم والجديد، وهادشي اللي كاين ما بين خالتها وامها. خالتها اللي كانت هي نيت الزوجه ديال السمسار، خالتها اللي قالت لهم شو جانا الجديد هذيك اللي جات الصباح اللي شدك كان مع عمك. قالت لي سميتو امها نقدت قالت لي مالو؟ قالت لي راه كيقلب على شي وحده باش دير الميناج، واش كتعرفي شي وحده؟ قلت لها لا ما كنعرفش هاد الساعه. هي غير سمعته هو وما عجبها نيت لقاتها فرصه وهي تقول لها كاينه سناء انا غادي نشوف معها اللي كتمساليه تجي دير ليها الميناج. خالتها اللي قالت لها وهي راه مسكين راه واقف عليه غير ما عنديش هادو صافي. خديجه اللي قالت صافي كوني هانيه خالتي انا دابا غادي نلبس جلابتي ونمشي نقولها ليها. هي هذيك خديجه لبست الجلابه ديالها اللي كانت في الزرق وهبطات. صحاب لكم واش مشات باش تعيط على سناء؟ لا مشات عنده هي النيت لقاتها فرصه قالت ما غاديش نزهقلو كاع في طريقي. هي اللي وصلت عند الباب من بعد ما قالت لها خالتها فين غادي يسكن، وصلت عند الباب ودات على راسها القب باش ما تبانش. ماشي مشكل دير شويه سوايع اضافيه الخدمه ديالها. هي اللي دقات وهو اللي قال من الفوق المشتجم
كان يلا خارج من الدوش، باقي الشعر ديالو رطب، لابس غير تيشورت وشورت، وطل من الشاجم. قال شكون؟ قال ليه وليدي، قالوا لي انك باغي تتقلب على شي مرا باش دير لك الميناج. قال لها ايه انا هابط. هي هذيك كان هابط في الدروج، وهو غير هبط وحل الباب. قال لها تفضلي. لا هي اللي دخلت، غير دخلت مع الدخله وهي تحيد وهي تحيد القب. هي اللي قالت ليه مرحبا بك جارنا الجديد، انا جيت نقول لك غير مرحبا بك في الحي، وهاد النوبه ما تبقاش تدخل شي حاجه اللي ما كتعنيكش، كون ما شديتينيش كوراني وريتها الخيزو ما حلاه. وقالت ليه ودابا يلا خليتك على خير، وجات تخرج. وبطبيعه الحال ما غاديش يزق لهاد الفرصه، شدها ودخلها لداخل وسد الباب وقال لها واش صحاب لك دخل حمامك بحال الخروج وجيتي ديري الميناج؟ يلا طلعي ديري الميناج راني نيت واقف عليه. هي قالت ليه مالي انا الخدامه ديالك مخلصني انت ولا جابني باك، طلق مني ولا نوري خويا. هو بقوه الطيره اللي فيها شنو دار؟ جد واحد الميس كان عنده في الجيب صغيور وشدو داروا العنقه. قال شنو دابا يا غادي تزيدي ديري الميناج ولا ما ديريش؟ يلي يلاه طلعت مع السخونيه، قالت انا ري شنو هادشي؟ يا امي ما شداني كاع نجي لهنايا نيت. قالت ليه واه غيطلق اخويا، والله ما قصص شي حاجه، انا غادي نديرو لك غير بعد من هاد الموس. حيد الموس من على عنقها ودلها بعينيه زعما كنزيدي قدامي. هي هذيك غير طلعت الفوق وجبت لها السطل وجاب لها الصابون والشطابه والكراطه باش دير هادشي الميناج. وقال لها انا غادي ندخل الناس وياك نسمع شي صداع، ومن نوض بغيت نضل نلقاها كتشعل. قلت لي واخا كون هاني. هي اللي ناضت على وعده وسعدها، شدت المخاد ديال الصالون وبدات كتنفض فيهم وكتقادو. ويلا جات دير تحط يد والماء باش تسيق درت حكا النيت وتمسح الغبره. وهي تقول واش انا خدامه عنده هنايا اللي بغى يجي يدير هاد الشي راسو، انا دخلني في هاد الشي كامل؟ ولكن ما غادي نمشي حتى نوريه اش كنسوى. شنو دارت المسخوطه الاخرى؟ شدت يد والصابون كل شيء رماتو على الارض والماء، خلات الدنيا بحال كاين لا بيسين. وجات جهه الباب ديالو وخوات لي بزاف الصابون باش مين بغى يخرج يزلق ويطيح. هذه هي الفكره ديالها باش يلا يتعلم انه يهز عليها الموس. ايوا صافي الحمل كامله كتحتار ما يجي حتى هو الاخر ويوريها. هي اللي خلات لي داكشي كيف ما هو، وهبطت كتسلت بشويه باش ما داش الحرس، حلات باب وخرجت جالسه كتنفض يديها ومشات لدارهم كتنقز. هو اللي يلاه كان فاق شي شويه هادي وناض باش يلا يخرج يشوفها فين وصلت. يلا حل الباب وبغى يقول فين وصلتي كملتي؟ هو يحس برجلي صافي كتغادي تخوى بيه غادي يطيح، كون ما شدش في الحيط الكره طاح النيت. قال اش هادشي واش باقي ما كملتيش؟ هو يجاوبو السقيل في الدار حتى شي واحد ما كاين، بقى كيعيط عليها خديجه والو ما كايناش. هو اللي قال غير بلاتي والله لا بقات فيك حتى نشدك ونوريك. هي هذيك خديجه رجعت لدارهم ونعسات ولا غد ليه فقط تصبح بكري، حيت غدا عندها الخدمه ان شاء الله في الكلينيك، ومره كتخدم بالنهار مره كتخدم الليل. كل ما جاتها النوبه كدير اش من وقت كيناسب. هي هذيك في العشيه ملي كانت خارجه من الخدمه راجعه للدار، فمن يلا وصلت الحمى ودخلات بان ليها واقف مع الدراري، هذيك الدراري ديال البزناسه اللي كيبيعوا كيشريو في داك الويل، وشافته معاهم كيديو كيجيب الهضره، عرفاتو بانه واحد منهم. وداكشي اللي قالت لها نيت كاع خالتها على حسب الخبر اللي جاب لها عمه بانه هو حتى هو راه بزنس كيبيع وكيشري. مشات فيه واحد النظره طلعاتو هبطاتو حتى هو طلع وهبطا، ولكن ما هضرهاتو ورجعت للدار. روميو ويا روميو بطبيعة الحال هذا ماشي هو الاسم الاصلي ديالو، راه غير لقب وصافي. الاسم ديالو هو خالد اللي هو في الغطاء الخارجي كيبان لكم بزنس
كيبيع وكيشري في الممنوعات، ولكن هو في الحقيقة جاي واحد المهمة لهنايا. هو أصلا شرطي، السن ديالو 30 سنة، جا لهاد الحي بالضبط باش يقلب على ويشد واحد البزناس اللي كيبيع وكيشري لهنايا البزنازات الصغار. وباش غادي يشدو ضروري خص منه واحد الحاجة، يدخل للداخل. داكشي قرر انه يتنكر ويجي يسكن في هاد الحي على انه بزناس. يلا بادي الطريق وصافي. طبيعة الحال هادشي راه في سرية تامة، حتى واحد ما كيعرفو في نفس الحومة. هي هاديك الله غد ليه من فاقت ومع فاقت مع طلبقات سهرانة، ووصل الموعد ديال الغدا، وقالت لها امها تمشي عند باها باش ديري الغدا ديالو، بحكم انه راه خدام في السوق كيبيع وكيشري تما كينا، وديها ليه الغدا ديالو. هي هذيك ناضت لبسات حوايجها وخرجات ديها با الغدا، ونيت تقدا شي شويه الخضره على حسب اللي وصلتها ماما. من وصلت عند باها سلمت عليه، قالت لي بابا ها هو الغدا جبتو لك. وقالت لك ماما عطيها القرعه الحمراء. ولفت على حسب الكسكسو راه ما بقاش ليها. قال لها واخا بنتي انا غادي نصايبو لك. في نفس اللحظه وقف روميو عليهم وقال لهم عطيني شي بانيو الشريف. باه اللي مدو ليه وبقى جالس يلا باغي يعبر الخضره ودار وشاف فيها القاهيه. هو روميو يلا جا باغي يهضر وهي تفتح عينيها فتحتهم على الجد زعما كاين سكوت. وباش تزرب عليه قالت لي جات لبا باش يعرفوا بان باها ويسد فمو شي شويه قبل ما يفرشها. قالت لي با يلا عطيني داكشي باش نمشي بحال راه غادي نتعطل على ماما. وغير سمع قالت لي با صافي عرفها بانه هو باها وسد فمو. هي هذيك الاب ديالها اللي جمع الخضره ديالها وحطها عليها في الصاك ديال الخضره، ويلا جاي باغي تهزو جاها ثقيل. جالسه كدابز معاه مع با عمار لا القفه نيت. وقال لها بلاتي بنيتي نشوف لك شي واحد اللي وصل لك القفه للدار. هاي بلاتي. روميو اللي نطق قال ليه ولا الحاج انا غادي نوصلها، ضروري ما نعاودوا بعضياتنا حنا الجيران. قال ليه الله يرضي عليك يا ولدي. وفعلا هز معاه القفه وتبعها من اللور باش توريه للدار يوصلها ليهم. هي اللي قالت ليه جارنا العزيز ايوا كي جاتك التسيقه ديال الدار عجباتك شتي الريحه ما بقاتش نقيتها لك. قال له والله ما كتحشم بالله واش ما احتملتيش هذيك الروينه اللي خليتيها ليا تما كاينه. قالت لي وانت اللي قلتي لي اجي ديري لي الميناج ملي انا خدامه عندك اخر مره تبقى تامرني فيها. هو اللي يلاه جاي باغي يهضر ويسمع واحد الصوت روميو روميو. يلا دار باش يشوف شكون ودرت هي معاه وبقاتها فاتي. انا راه هاد فاتي واش تبعني حتى لينا وكيفاش تعرفت عليه وكيفاش عرفت سميتو شنو. وصلت عنده قالت ليه سلام روميو كي داير لاباس عليك بخير. قال لاباس الحمد لله. هي غير دارت وشافت خديجه معاه وهي تخنزر فيها. واحد الشوفات كو كانوا كيقتلوك وراه قتلوها تحت الارض. ولكن فاتي دارت عند روميو ودات لي واحد الابتسامه واحد الضحكه قالت لك ماما علاش بغيتي شي حاجه قولها لينا بلا ما تحشم. قالها ولو شكرا طبسيل الكسكسو اللي صفتوه ليا البارح راه زوين. خديجه اللي غير سمعت بانها صفطت لك الطبسي ديال الكسكسو بقات كتشوف فيه وصافي وسكتت ما بقات ما تقول شنو تقول بطبيعه الحال ما عندها علاقه به ما حتى شي حاجه لا تقول علاش شديتي من عندها لا حتى شي حاجه. سكتات وبقات غير كتشوف فيهم. قال لها يلا نخليك دابا. وزاد مع الطريق وهي خديجه مشات حداه من موراه. من بعد طابت الحال ما خنزرات فاتي اللي بقيت غير كتشوف فيها وقلت لها غير بلاتي والله الا خليتو لك. هو غير وصل معاه قدام الباب وحط لها القفه باش تدخل. وقالت ليه ديك الساعه ايوا كي جاك الطبسي ديال الكسكسو زوين بنين شي جيراننا كيعرفوا يضيفوا. ولا عرفها تقرصت من داك الهضره ويقول لها اييه الطبسي ديال الكسكسو ديالهم زوين دقنا الماكله ديالهم والبنه كي دايره باقي لك غير انت تعرضي علينا شي نهار. قالت ليه ابان لي واقيلا كتحلم غادي تبقى كتحلم انا ما كنتصرش عليا عباد الله ودابا
نيشان لداركم ولا غادي نوري لخويا شنو كنسوى. هزات القفة ديالها ودخلت الدار وسدت عليه الباب. قال ليها في نفسه راكي قبيحة مع راساتك راكي حلوة. هو اللي كان رجع لدارو وحدا الباب من وصل حدا دارو لقى واحد جوج دراري كيتسناو. قال لهم السلام السلام. قال لي واش انت هو روميو؟ قال لهم هو انا. شكون نتوما؟ قالوا ليه راه صيفطنا عندك الرئيس وبغي يشوفك يتلقى بك. قال لي ايه واخا قول لي الموقع وانا غادي نجي ليه. قال لي في الليله اللي تلقى لك في البلاصه الفلانيه. صافي هي هذيك. تلاقاو في الليل ديك الوقيته، حيت هو الرئيس هو البزنس الكبير اللي كيبيع هنايا ديك الممنوعات. الناس الحومه والاحياء المجاوره لهم. ايوا صافي داكشي تلقاه به وقال لي زعما كاين شفت زعما كاين الخطوات اللي تدير والناس ولاو كيتقداو من عندك، يعني وليتي كدير بلاصه في السوق وانا اي واحد كيدير بلاصه في السوق كيخدم معايا. قال لي صافي اتفقوا زعما كاين باش بقى يصيفط ليه هو بقى يشري وبقى يبيع. هي هذيك. رجع لدارو وهو فرحان حيت عارف بان الخطه ديالو غاديه في الطريق الصحيح وما بقى والو حتى يطيح الرئيس في الخطه ويشدوه هو والعصابه ديالو. داك الليله اللي كانت فيها خديجه خدامه في الكلينيك، والصباح من رجعت ونعسات ما فقت حتى لديك الجوايه ديال 12. ومن فاقت بقات كتقلب على الفطور، لقات الغدا باقي ما وجدش. ماما هبا مقيمه الخبز ما طابش، وقالت ماما ما خليتو لي حتى شي حاجه للفطور. قالت ليها وسيري جيبي لكم ميره وفطري بها. هي هذيك خرجت مشات عند الحانوت باش تاخذ الفطور ديالها. تاخذ غير الكومير هو اللي ضروري باش كتفطر، خصوصا مع اتاي وكيجي مع الفرماج، والكاشير كيجي معاه زوين. هي غير وقفات عند الحانوت قالت ليه الجلالي عطيني معاك واحد جوج كوميرات. الجلالي اللي بقى كيهضر معاه وشد معاه في الهضره، حتى راه كانوا عارفين بان خديجه مداصره مع كل شيء. في داك الوقيته نيت وقف عليهم روميو وقال الملحنوت قال للجلالي واحد باكيه الكارو واحد قرعه الماء. هي اللي جاتو قالت ليه اهلا جارنا العزيز اكي داير لاباس عليك؟ جاوبها وقال لها لاباس عليا، البنادم الا خلاني ترونكيل وهاني وفرحتي وفراسي ديك الساعه غادي نكون لاباس عليا وبخير. هي اللي خنزرت فيه ودارت عند الجلالي وقالت ليه الجلالي وقطع معك الخلاص ديال قرعه الماء. وقالت ليه ها انت اول مره غادي تذوق في حياتك فلوس الحلال كي دايرين، اما الحرام خليته ليك. المهم انا ضايفنك قرعه الماء، اشغم بها وروي بها العطش ديالك. ومشات وخلاتو وجرب في يديها كوميرات ديالها وغاديه للدار ديالهم. الجلالي اللي دار عند الروميو وقال ليه والله تضري فيها الشاف راه ما كاينش بحال راه واخا كتبان لك قاصحه غير هي راه بنت الله عمرها دار. روميو اللي دارو خنزر فيه قال لي قلت لك شحال مره ما تبقاش تقول لي الشاف اخر مره نسمعك كتقولها. ويلك نسمع هاد الهضره خرجت من عند شي واحد. الجلالي اللي دار بالفم ديالو باليد ديالو دار على الفم ديالو زعما كاين خط بالسكات. انا زعما كنا هاد الهضره غادي تبقى غير هنا بيني وبينك ما غاديش تخرج. هي هذيك خدا قرعه المره والباكيه الكارو ديالو ومشى كمل حالته في طريقه. وداك العشيه بالذات كان روميو او خالد مشى المركز ديال الشرطه وتلقى مع الزملاء ديالهم وبلغهم على الوضعيه ديال العمليه كيفاش تمشي، وقال لهم بانه غدا ان شاء الله مع في الليل غادي يتلاقى مع روميو باش ياخذ السلعه في واحد ديبو، السلعه اللي غادي تكون شويه كثيره، وهذه هي الفرصه ديالهم باش يعمقوا العلاقات به بقوه، باش يوريهم السلعه الاكبر فين كاينه. بطبيعه الحال خصهم يعطيهم طعم باش يزيدوا يثيقوا فيه. وفعلا داك الليله نيت مع 3:30 ديال الليل من كانت راجعه خديجه من الخدمه، كانوا تعطلوا داك الساعه في الليل، وكان الدري اللي كيدير الترونسبور كان موصلهم حتى الحومه وهي وباش يكمل البنات اللي معاه كل وحده يوصلها لدارهم. وهي هذيك هبطت من الطوموبيل ودارت
شاف روميو واقف مع شي رجال، وهاديك الرجال كانوا معروفين في الدرب بانه خدامين مع هذاك البزنس الكبير ديال الرئيس. هي صافي من شافته بحالها ضربات عليه، عرفت بان الطريق ديالو خايبه، وهي عارفه بان هذيك طريق الحرام راه عمرها ما كتوكل، كتخرج على الانسان وكتديه في الهاويه. داكشي دارت راسها ما شافتوش، ودورت وجهها وكملت طريقها لدارهم. هو فعلا داك الليله كان مشى مع الرجال وخداو شي سلعه نيت باش يزيدوا يفرقوها. هي من بعد داك النهار فيما كتشوفو كتخنزر فيه وكتدور في وجهها، ما كتحاشيهاش ليه نهائيا. وهو تا هو نيت ما كانش عنده الوقت نهائيا، كان مشغول بالعمليه ديالو وما بقى والو غادي يشدو الرئيس. تلدو واحد الليله كانوا متفقين انه غادي يتلاقى به هو النيت في واحد ديبو كبير خارج شويه المدينه، وهذيك الساعه كان علم هو الزملاء ديالو في البوليس باش يديروا العمليه كبيره النيت. وفعلا في داك الليله النيت كان تشد الرئيس والعصابه ديالو من بعد ما كانت مناورات ما بيناتهم ودابسوا، وفي الاخر تقريبا ما كانتش خسارة كبيرة من جهة البوليس، غير بعض الجروحات والضربات والمهم من هادشي كامل أن العصابة تشدات. فعلا مي تشداتو وكل شيء رجع هو الحومة ديالو. وهاد النوبة مع كانت عجباتو خديجة، وعارفة بأن هي اللي غادي تناسبو، هي اللي غادي توقف معاه في حياته، هو اللي يقدر يكمل معاه في حياته، اتصل بها. هي اللي كانت جالسة في دارهم مع بنت اختها كتلعب معاها، بحكم ان اختها ولادها كانوا جاو لعندهم، وبقات كتلعب مع بنت اختها حتى شويه وهي تسمع الصونات في التليفون. هي غير جاوبات قالت الو، بقات تسقيل الو الو شكون معايا؟ واش بركه متفليه وقول لي شكون نتايا ولا قطع؟ قال لها خديجه. هي غير سمعت خديجه عرفت هو الصوت ديالو، ناضت من فوق الداري، خلات تما كاينه بنت اختها ودخلت البيت ديالها. قالت ليه روميو علاش مصوني عليا؟ ياك لاباس بي؟ شنو بيني وبينك حتى مصوني عليا؟ قال لها اكيد هذا الزين لاباس عليك، والله تخليتي بلاصتك بالله. وهي تقول ليه خليت بلاصتي؟ بلي واقيلا بلاصتي عامره، ودك خيتي جالسه كدور كل مره جايبه لك طبسيل في شكل، واش خاصك شي حاجه؟ صحاب لك ما رداش البال؟ صحاب لك ما رداش البال؟ يا كل نوبه كتنقز عليك وانت عاجبك الحال؟ قال شنو زعما كنفهم من كلامك بانك كتغير عليا؟ قلت ليش من غيره؟ اصلا شكون انت باش نغير عليك؟ قال خديجه كوني صريحه مع قلبك كيف ما انا صريح مع قلبي، ما نكذبش عليك ونقول لك شي هضره اللي تقدر تفرقنا، ولكن راه بصح انه من نهار اللي شتك، من نهار اللي دخلتي فيا وانت دخلتي ليا خاطري وقلبي وعقلي. هي اللي حولت الهضره ديالها للجديه وقالت ليه واخا نبغي نكون معاك ما نقدرش. قال لها كيفاش؟ ما فهمتش. قالت لي صحاب لك ما شكش بانك كنتي كترافق مع صحاب الرئيس، وخا هو دابا تشد، راه اللي بقيتي غادي في الطريق راك المسار ديالك كبحال هو المسار ديالو. قال لها والبعات على هاد الطريق اللي خرجت منها نهائيا شنو؟ تقبلي بيا؟ تقبلي تزوجي بيا؟ قالت لي ونفكر نرد عليك. قال لها خديجه، قلت لي بدل داك الطريق ورجع الطريق ديال الله، ديك الساعه مرحبا بك. قال لها صافي كوني هانيه، غنبدل هاد الطريق وغادي نجي وغادي نجيب والديا. هي صافي قالت هذا هو الوقت باش تقطع مع الهضره، ما مزيانش راسو الصري كل ما جوش وصافي. قالت لي يلا نخليك دابا خصني نمشي. قال لها فين؟ قالت لي عندنا الضياف في الدار اختي ولادها. قالت لي كاين شي اوامر وحده اخرين؟ قال لها لا. صافي سالات مع الهضره ورجعت جلسات مع عائلتها، وهاد المره هي فرحانه بزاف، فرحانه حيت هذاك الشخص اللي اختاروا قلبها. وواخا كان في الاول في الطريق معوجه كيف ما كيقولوا، الا انه قرر انه يبدلها وباش يكون معها. وهاد المره راه ماشي بحال البنات دائما تيقولك غنبدلها الطريق وما كيبدلهاش، هي خدات القرار خاصو تيبدل الطريق عاد توافق عليه.
دازت يومين على هاد الواقعة، حتى جات مت فاطمة الزهراء يزة وبقات كدق على دارهم. قالت لها مباركة وعفينك خرجي لي داك لبنتك العشورية، شنو بغات طير لي الراجل البنت؟ ايوا خرجت سمعوا هاد الغوات والحيحه نايضه، وخرجت مباركه وبنتها خديجه جالسين تيشوفوا شنو واقع. حتى جبدات امها الهضره، مت فاطمه الزهراء الهضره ويزا وقالت لهم وقولي لبنتك تبعد على طريق بنتي، وهي فين ما مشات وهي غاديه تبعها، وتبعد على 19 بارتيساح، وروميو راه اختار بنتي هي. خديجه امها اللي دات عليها قالت لها اش هادشي اللي كتقول، واش بصح؟ هي ما لقات ما تقول، ولكن عرفت بان يزا وبنتها كيكذبوا، حيت هو واثقه فيه وعارفه بنتها واش كتسوى، حضرت عقلها وكبرت عقلها. وديك الساعه تسلت تتبيناتهم، خلات امها ويزا جالسين كيدبزوا مع بعضياتهم بالهضره، ومشات نيش لدار فاطمه الزهراء فاتي. ايوا بقات كدق 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 كدق، وفاتي هبطات كتشوف شكون، غير هبطات وهي تشنق عليها خديجه. قلت لها هاجي شنو، انا اللي بغيت ندور لك بيه ولا انت اللي بغيتي تطوري بيه؟ شنو ايوا بداو كيدبزوا مع بعضياتهم، والجيران كيحاولوا يفكوا والو، حتى عيطوا البوليس. هذا كان هو الحل الوحيد باش يتفرقوا على بعضياتهم، هي هذيك حلوا. جاو البوليس وهزوهم بجوج بيهم في العماريه كيف ما كيقولوا. هي خديجه كانت تقول والله ما درتها شاف شي حاجه، راه هي اللي جبدتني. والله اخرى تقول لا لا راه هي اللي جات، هي اللي تهجمت عليا في داري. والبوليسي كان قال الخديجه واش انت مهجمه عليها حتى للدار وجالسه كتهضري، طلعي. ايوا طلعوا مشاو، ووالديهم خلطوا عليهم. مت خديجه وباها لحقوا عليهم، ومت يزت حتى هي لحقت على بنتها. ايوا مشاو تما كانوا دخلهم واحد البيرو، واحد البيرو اللي كان جالس فيه واحد البوليسي. ايوا فرعوا ليه الراس، كل وحده كتسب في الاخرى، كل وحده لا هي اللي بدات بيا، وهي اللي حسداني، وهي اللي تبعاني تابعه، ما بغاش تفرق عليا، ما بغاش تعطيني اتساع. امها على برا كانت جالسه على حدا با وجالسه تقول هاد المسخوطه هادي مرها ما ظنيت، عمري ما ظنيت انها توصل لك كوميساريه لهاد النهار. كانت جالسه حدا راجلها حتى يبان ليها شكون، سي خالد او روميو ك نيك نيم ديالو. وزات الحاج وقالت لي الحاج ماشي هو هذاك روميو؟ ها قال لها اشنو كتقولي الحاجه؟ قال لي راه هو. قال لي ياه عندك الحق راه هو هذاك. ايوا نط تمها ومشات عنده كتجري، قالت ليه انت السبب تا بنتي كاينه هنايا. ايوا بدات كتحيح ليه، هو ملي شافها ما فهم والو، ما فهمش شنو واقع. قال لها انا لا مباركه تهدني، وبدات كتشرح، قالت لي بان بنتها راه دبزت مع فاتي، وبانها راه داهم البوليس جابهم. ايوا خلاها ودخل البيرو، داك مي سول واحد البوليس اخر قال لهم راهم في البيرو فلان فلاني. ايوا مشى بلا دقان بلا والو دخل. يا غير شافته حلات عيني، قلت له انا ريت باني تا الكوميساريه. قال شاف البوليس الاخر قال ليه عادل شنو واقع؟ ايوا بدا كيشرح لي البوليس بانهم راه دابزوا وتعيطوا عليهم الجيران البوليس، حيت دائما كيدابزوا مع بعضياتهم. خالد اللي قال لي صافي كون هاني غير خرج انا غادي نتكلف. يا بقات كتشوف فيه، هو اللي دار شاف فيهم وقال لهم واش نتوما ما تعقلوش، ما تحضروش عقلكم، دائما كدابزوا مع بعضياتكم، من نهار اللي شفتكم نتوما كدابزوا. فاتي اللي قالت لي ياه انت بوليسي. هو ما بغاش يدخل معاهم في هذا الموضوع، وقال لهم دابا شنو غتصالحوا ولا لا، ولا نهبطكم بجوج بيكم. هو قال زعما كاين بهاد الهضره غير باش زعما كاين تصالح فاتي مع خديجه، حيت هي اللي مهجمه في خديجه، هي اللي مهجمه على هاد الدار، هي اللي من هاد الديفو كيف ما كيقولوا، وهي اللي كتشحجر، هي اللي غادي تمشي فيها. داكشي حاول يسيس ما بيناتهم ويصيفط كل وحده لدارهم. هي اللي قالت لي وعلى وجهك هكا بقات كتعوج عليه تما كاينه، غادي نسامح ليها ولكن تبعد على طريقي وما تبقاش حاضياني وحاسداني. يا ديك قال لها المهم دا خرجها، قال لها صافي كوني هاني انا غادي نتفاهم معاها. غير خرجات وهو يشد في يد خديجه بيديها، قال لها واش ما غاديش تعقلي، واش انت ديما تبقاي دابزي غنبقى نجمعك من الكوميساريات ولا شنو؟
قلت لي انت بوليسي. وصافي لقى قال لها راه كنت عوال غدا منها نتلاقاو غادي نعاود لك كلشي، ولكن انت بطبيعه الحال ما كتقدريش تصبري. قلت قلت لي انت كذبتي عليا. شاف فيها واحد الشوفه ديال البوليس، راه راكم عارفين الشوفات ديال البوليس. قال لها خديجه انا ما كذبتش عليك، ولكن الخدمه ديالي هي اللي اضطرتني انني نكذب. ايوا بدا كيعاود ليها كلشي من الاول، من اول نهار جا الحي ديالهم وكيفاش تنكا باش يدخل المجموعه ديال البزنس الكبير الرئيس، وكيفاش طايح بيه وكيفاش باش يجمعوا كاع الليكيب ديالو كاملين. وقال لها في الاخر ايوا شنو دابا قابله عليا من بعد الطريق الحرام. قلت لي واش نقول لك، ايوا حتى تجي ونشوف. يعرفها هو عرفها كضحك عليه وسميتو بقى شاد لها في يديها. قال لها كوني هانيه، الاخر السيمانه غادي نجيب والديا وغنجي. وفعلا داكشي اللي كان من بعد سيمانه جا خالد وجاب والديه وخطبها رسميا من عند والديها، دوزوا الخطوبه ديالهم على خير وبخير وداروا العرس. كان هو اصلا عنده الشقه ديالو كان كاريها، ودابا تلقى في الكراوزه ديال الاصلاحات. راكم عارفين الواحد ملي تيكري يكون شي شويه ديال الدار كترولي، داكشي دار عليها بالاصلاحات وهي اللي سكنوا فيها النيت. ايوا داز العرس الخير على خير وبخير ومشاو لدارهم وكل شيء. وداز السنوات، في هاد السنوات هذه كامله اللي كانوا عايشين بخير وعلى خير، هي اللي كانت واقفه في الكوزينه جالسه كطيب الغدا، دايره طاجين، وبقات كتسنى تقول ها وين فين مشى هذا التعطل. وفي هاد الاثناء بالضبط خالد اللي دخل الدار حل الساروس للدار ودخل، وكان هز معاه ميكاس ديال الديسير بحكم انه يلا كان جاي من الجامع، داز قد عليه شويه الديسير وجا. قالت ليه عافاك كنتي تعطلتي هذه كامله غير الصلاه وباش تشري الديسير. قال لها راه شتني الجار ديالنا بلا هضره داكشي علاش بقيت كنهضر معاه. قالت لي صافي سير تغسلي يديك وانا غادي نحط الغدا. وفعلا دازت الديسير في الطبسيل اللي غادي تحطو والباقي رجعته الثلاجه، وحطات الطاجين وحطت الماكله باش تغدى هي وياه. يلا بداو الماكله وما يسمعوا صوص ديال البكا. قلت لي شتي ها هي بنتك فاقت. قال انا غادي نمشي نجيب بنتي تغدى معايا. يا ديك مشى حل باب ديال الشومبر ديالها ديال البنت ديالو، لقى بنته اللي في عمرها 3 سنين مريم. مشى هزها قال لها مريم حبيت بابا كثيره بخير. ايوا هزها بقى كيلعب معاها وهي يلا كيخرجوا لها الكلمات. يلا بدات كتعلم مزيان حتى عطلت في الهضره ديالها، بخصوص انها سبقات سنان هما الاولانيين. راكم عارفين الدراري اللي كيسبقوا سنان هما الاولانيين كيتعطلوا لا سواء لا في الهضره ديالهم لا في المشي. داكشي اما اللي كيسبق الهضره ولا المشي كيتعطل في السنان. يا ديك السامعه وقال لها يلا نمشيو ناكلوا الطاجين مع ماما. وفعلا جلسوا في الطاوله كاسين كياكلوا تما كينهم. وجبت خديجه جابت طبسيل، حطت للبنت بطاطا معستها لها باش تاكلها. وقالت لي في الاخر انه غادي تخرج باش تقدا شي حوايج. قال لها صافي تنوصلك. وفعلا في العشيه خرج هو وياها، وصلها باش تاخذ داكشي اللي بغات، وخرج هو وبنته باش يلعب شويه. مي كانوا جالسين في الطوموبيل حلها بسطامها وعطاها الفلوس اللي غادي تحتاج. قالت لي الله يخلي لك ليا زماني راس هو راس تاج داري. قال لها شنو غادي تشري بعداكي؟ قالت لي راه غير شي حوايج، راك عارف صافي بديت كنغلط شي شويه معايا تاني حامله المره الثانيه. وقالت لي بانه صافي بداو الحوايج ولاو تيصغاروا عليا، وداكشي علاش بغيت ناخذ حوايج جداد، وخصوصا بانه راه شي شويه وغادي نزيد عتاني في الوزن اكثر. قال لها مزيان. قال لها لا خليك ليا العمر ديالي، وبس ليها يديها. وحنا نكونوا سالينا حكايتنا اليوم، حكايه اللي خفيفه ظريفه كنتمنى انها تعجبكم. واش نقول لكم مرحبا بكم معايا في القناه اللي غادي تجمعني وتجمعكم. وما تنساوش الاشتراك اللي كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديال القصص ديالي، وما تنساوش الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. وما تنساوش ما تخليوش ليا لايك
خليوا لي لايك وخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير على ود القصه، وقولوا لي شنو النوع ديال القصص اللي كيعجبكم باش هاد المره نديرو لكم. صافي اتفقنا. يلا خليتكم دابا، بيزو، نتلاقاو في نهار جديد وفي حكايه جديده وقصه جديده. يلا بيزو.